صباح الفل، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. بصوا بقى، انا جبت شويه بلاستيكات بس عايزه اقول لكم روعه وسعرها حلو جدا جدا جدا. تمام. طبعا كلنا ما بنستغناش عن البلاستيكات ديت في البيت عندنا، حتى لو عندنا منها برضو بنجيب منها تاني، وفي منها بيبقى حاجات كتير قوي. اشكالها حلوه حتى لو انت مش محتاجاها. والله انا عن نفسي لما بلاقي حاجه شكلها حلو عاجبني بروح جايباها، حتى لو عندي منها في البيت. بلاقي شكل تاني مختلف وبيكون حلو عاجبني بروح جايبها على طول. تعالوا بقى شوف النهارده احنا جبنا ايه. جبنا شويه حاجات كده لذاذ جدا وحلوين، هوريها لكم كده واحده واحده. تمام. بصوا بقى، احنا جبنا نبتدي الاول بالرقيق الصغنن ده. تعالي جو، يلا افتحيلي. بصوا، دول كده 5 اطباق. انا جايبه 5 اطباق كده صغننين، الوان مختلفه. لا افتحي كده اهو. بصي افتحي اللزق بتاعه اهو. بصوا بس خلاص خلاص كده تقطعيه. افتحي بس من هنا من جوه. يلا طلعي الاطباق. عجبني قوي شكله، الوانات كده مختلفه. بصوا بصوا الالوانات، يا لهوي على الجمال. بصوا يا جماعه، والله انا بضعف قوي قدام الحاجات الحلوه دي. في منه احمر. بس عشان انا ماسكه الموبايل بايد، في الاطباق لازقه ببعض. احمر اتنين. بصوا بصوا الجمال، شايفين؟ ده بقى ممكن تحطي فيه مثلا اي بتاع اي حاجه عندك. مثلا وانت بتستخدمي الاطباق الصغننه دي، ممكن تحطي فيها مثلا مخلل، طحينه، سلطه. ممكن تخليها للولاد عندك لو عندك ولاد صغيرين. ممكن تخلي الاطباق دي تخصصيها كده ليهم ان هم ياكلوا فيها. تمام. بصي منزلين منها ايه الوانات حلوه قوي. معانا الاحمر والابسكيم كده والاخضر اهو. بصوا بصوا، وخامته والله حلوه جدا، خامته جميله اهو. واللون ده كمان بصوا تحفه تحفه. شايفين؟ والخامه والله جميله. وفي تاني هو كده ايه، 2 احمر و2 اخضر. بصوا هما منزلين كمان 2 اخضر من دول اهو. بصوا شايفين الجمال. 5 اطباق، 5 اطباق، عايزه اقول لكم تحفه. وسعرها كان مش هتصدقوا 10 جنيه. كان الاول البلاستيكات كانت عندنا هنا اي حاجه ب10 جنيه، ب10 جنيه. كان الاول، كان بقالها فتره الكلام دوت يعني. دلوقتي لما باجي اسال حاجه اقول لك ب15 جنيه، ب17 ونص دلوقتي. لكن انا رحت بقى مكان كده، مكان عندنا اسمه سوق التلات. عايزه اقول لكم يا جماعه، في كل حاجه، كل حاجه من الابره للصاروخ. في كل حاجه، اي حاجه تخطر على بالك هتلاقيها هناك، واسعارها جميله جدا جدا. بصوا ده ب10 جنيه طبعا ولا اي حاجه. تمام. خدي حطيه في الكيس بتاعه. بصوا ده عشان ده متغلف، شايفين كده اهو. دي البولات اللي هي بتبقى غويطه شويه. دول 3 مع بعض، الواناتها برضو جميله جدا، ازرق واخضر وبني. تمام. جبنا منهم 6، ادي 3 ودي كمان 3 هم، برضو الواناته جميله، اللي هي الاطباق الغويطه يا جماعه. تمام. دي برضو ال3 ب10. تمام. تعالوا بقى اللي احنا قلنا عليه نركنه على جنب يا جوجو. يلا علشان ايه؟ عشان المكان. حطيهم بقى، حطيهم هنا على جنب. وخلاص احنا قلنا على دول. بصوا بقى، دي كمان اطباق غويطه بس بالمعالق بتاعتها. دول برضو 3 اطباق، الواناتها برضو حلوه جدا وهاديه، عجبتني قوي. ممكن برضو تستخدميها بقى في الشوربه، مثلا تستخدميها للولاد. انا عامه جايباهم لولادي علشان لو عايزه احط لهم اكل فيها يعني بتاع، بيبقى اضمن بجد يا جماعه، احسن من البايركس والازاز والحاجات دي. بتبقى الواحد بيبقى مقلق يعني، طبق يقع على ولد، طبق يتكسر، طبق بتاع. فدي الاطباق دي بتبقى عمليه والله وجميله وصحيه على فكره، ما فيهاش اي مشكله. جبنا من دول 3، جبنا من دول 3 وجبنا من دول برضو هما 3. بصوا جبنا كده 2، خلي ده دلوقتي. جبنا 2 من دول اهو، برضو ال3 ب10. جبنا 3 تاني، ادي كده 6. تمام. بالمعالق بتاعتها شكلها حلو جدا. شيلي بقى دول. بصوا بقى المصافي الصغننه دي عجبتني جدا. شايفين؟ انا كنت جايبه واحده منها بس من فتره، كانت الواحده ب10، والله العظيم عندي جوه اهي، ولبني، لونها لبني يعني، بس هي اصغر من دي كمان، اصغر من دي. بصوا حجمها كبير. افتحي كده يا جويس واحده.
افتحي اللزق الاول عشان تعرفي تفتحيه، افتحي اللزق بتاعها الاول بالراحه. حاجات جميله جدا يا بنات، وسعرها والله العظيم ما ولا اي حاجه. شايفين الالوانات؟ بصوا 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 كبيره ازاي ما شاء الله، يعني حلوه جدا يعني والله. بصوا كبيره وعايزه اقول لكم يعني تحفه 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 اهي. بصوا اللون ده كمان مقاساتها حلوه قوي، والتلاتة ب10 برضو. تمام، اركنيه على جنب دلوقتي. جبنا بقى الاطباق دي، الاطباق دي برضو جبتها لهم برضو ممكن ياكلوا فيها. ممكن انا كمان استخدمها في الرز مثلا، في المكرونه، الحاجات دي. شيليه دلوقتي خلاص، شيليه دلوقتي، هبقى اشيله بعدين. شيليه. بصوا بقى الاطباق دي كمان اهي، جبت برضو منهم 3. خامتهم برضو حلوه. بصوا خامتها حلوه قوي اهو، والمقاس بتاعه واسع، مقاسهم واسع وكبير اهو. بصوا 3 برضو ب10. تمام، خدي اركني دول كده. جبنا عصيرة البرتقال، بصوا لونها حلو قوي. كان في منها طبعا الوانات كتير، بس انا عامه بحب اللون الاحمر اكتر، فلقيت اللون ده حلو قوي وشكلها جميل برضو ب10 جنيه. وجبنا صفايه بتاعه المعالق، برضو كان في منها الوان، لقيت اللون ده فيها شكله احلى يعني، فروحت جايبه اللون ده برضو ب10 جنيه. تمام. دي بقى بصوا دي مصفى بالطبق بتاعها. تعالي افتحي لنا كده يا جوجو، طلعيها كده. بصوا اهي بالطبق بتاع، يعني ادي المصفى، وادي الطبق بتاعها. عايزه تصفي مكرونه ولا حاجه، بصي اهي تحفه تحفه تحفه. و2 برضو ب10 جنيه. يا بلاش والله يا بنات، اسعار مفيش بعد كده. والخامه بتاعتها والله بصوا تقيله وجميله جدا. تمام. جبنا ايه تاني؟ جبنا الشفشق اللذيذ الحلو ده، شايفين اهو. كان برضو في منه الوانات، بس انا اخترت اللون ده. اللون ده هادي كده وجميل وحلو جدا كده وكيوت، برضو ب10 جنيه يا بلاش. بصوا بقى المقاور اللي طالعه جديده دي، انا بصراحه اول مره اشوفها اهي. بصوا منه فيه كده مقور كده، منه فيه. جبت منهم 2، قلنا كده نجربهم، بس هما خامته حلوه جدا اهو. وده جبنا ال4 ب10. كنت انا واختي، هي خدت 2 وانا خدت 2، جبنا 4 ب10 طبعا يا بلاش. تمام. ودي اللي هي بتاعت البطاطس بقى والطعميه والبتاع اهي ب10 جنيه برضو اهي. تحفه تحفه حلوه جدا. هاتي بقى ورينا بقى بقيه الحاجات. جبنا شويه حاجات والله حلوين جدا، وسعرهم يا بلاش يا بلاش، كله ب10 جنيه. ده انا هفتح محل يا ولاد بالحاجات دي. بصوا بصوا بقى، شايفين دي؟ شايفين خامتها جميله. اللي عجبني كمان والله غير السعر، ان الخامه جميله جدا في كل الحاجات اهي. بصوا خامتها جميله جدا. دي بقى بتحطي فيها فاكهه، بتحطي فيها اي حاجه، بتحطيها في التلاجة بتنفع يعني. دي كمان نفس الموضوع بس لون تاني اهي. خامتها حلوه جدا. ده انا كمان الاسبوع الجاي ان شاء الله هروح سيب دول اسكت، هروح تاني وهجيب برضو شويه حاجات تاني، لان عجبني بجد الخامه بتاعتها، بتاعت كل حاجه بجد. الخامه جميله، والسعر زي ما قلت لكم يا بلاش. ايه يعني 10 جنيه؟ هات دول كده، ودول برضو. شايفين الكوبايات دي؟ 3 كوبايات برضو ب10 جنيه يا بلاش. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم بجد في الاسعار؟ ايه رأيكم في الخامة، في الحاجات اللي التحفة دي؟ والله العظيم انا مبهورة بالحاجة دي، لان بجد انا عندنا هنا الحاجات، انا بصوا انا بحب قوي اجيب حاجات كتير في البيت. تمام، عندي اجيب حاجات كتير في البيت، بحب قوي ان انا اجيب اي حاجة بتعجبني بجيبها يعني، حتى لو انا مش محتاجة وعجباني بحب اجيبها.
فالمهم اللي عجبني ان الخامه بتاعت كل حاجه في الحاجات اللي انا جبتها دي خامه حلوه، مش حاجات خفيفه زي الحاجات اللي هي بتبقى هنا دي. في عندنا هنا ناس برضو بيبيعوا الحاجات دي بس خامتها مش حلوه. و بيقول لك 17 ونص، يقول لك ب 20، يقول لك ب 15. عارف اللي هو الحاجات اللي هي مش حلوه وفي نفس الوقت سعرها. فانا قلت لك دوت ب 10 جنيه، فتمام حلوه قوي. فعجبتني الخامات بتاعتها. وريني كده اللي معاك دي يا بنات اللي هي بتاعت المعالق اهي. كان برضو في منها الوان بس لقيت اللون الاسود ده اللون كده قايم شويه. بصوا اهي، شايفين شكلها؟ خامتها برضو تقيله والله وجميله جدا، حلوه قوي. ان شاء الله هنجيب شويه حاجات حلوين تاني، بس انا عشان كانت معانا الشيله كتير قوي ما كناش قادرين ان احنا نجيب حاجات اكتر من كده. كان معانا حاجات وكان معانا كنا جايبين حاجات تانية برضو غير البلاستيكات، فما كناش قادرين بجد نشيل كل الحاجات دي. فقلت المره الجايه هنزل اجيب بلاستيكات مخصوص. بصوا بقى ده مفارش للتلاجة برضو ب10 جنيه. انا اول مره اشوفها بس البياع اللي انا خدت منه قال لي ده بيتغسل. انا بقى مش عارفه بصراحه لان انا ما جربتوش قبل كده. بصوا انا ما جربتوش قبل كده. هو بيقول لك ايه عادي بيتغسل عادي ومفيش اي مشكله. هنجرب وهنشوف، لو لقيته كويس وحلو هجيب منه تاني. هما 4، الأربعة ب10. تمام. خامته خفيفة طبعا. بس بيقول ان هو بيتغسل، فانا لسه بصراحة هجربه مش عارفة هو فعلا بيتغسل ولا لا. هنجرب وهنشوف. وكان برضو في منه الوانات تانية. تمام. جبنا بقى الصينية الحلوة دي، شايفين كبيرة ازاي، خامتها حلوة برضو مش وحشة اهي، برضو ب10 جنيه. يا بلاش يا بلاش. بصوا بقى جبنا حط ده هنا عنه الفيل التالت. جبت بقى يا بنات اللانش بوكس ده، جبت 3 منه. بصوا شكله حلو جدا اهو. ده برضو الواحد ب10. تعرفي تفتحيه يا جوجو؟ الواحد ب10. جبت لهم 3، كل واحد واحد. على ما جويس تفتح لنا نشوف بقية الحاجات دي. ده اللي هو بتاع التلاجة اهو، برضو ب10 جنيه. ده برضو ب10 جنيه. بصوا اهو، خامته برضو حلوه مش وحشه طبعا. ده بيتحط في التلاجة، بتحطي فيه فاكهه، تحطي فيه خضار، اي حاجه. وجبت برضو منه اللون الاحمر اهو. بصوا جميل جدا وب10 جنيه برضو. غير دول غير دول. جبت دول وجبت دول برضو. تمام. هات كده ورينا بقى يا انو كده اللي معاك ده. بصوا هو اهو، بصوا مفتوح ازاي. اللانش بوكس. اللانش بوكس. بصوا هما مقفلينه من جوه. في واحد تاني. ايوه شيلي ده، شيلي كده اللي على الجنب دي اه بالراحه. بصوا يا بنات هم عاملينه ازاي بقى. بتحطي فيه الحاجات وبتروحي الاكل وتروحي افتح كده هنا. قالوا دي امسك دي كده وتروح عامل دي كده وتقفليه كده تاني برضو مقفول. شكله حلو جدا. بصوا اهو مجسم كده ومقفول وشكله جميل جدا وحلو اهو. تمام. جبنا منهم 3. شفتوا بقى الحاجات حلوه قوي قوي وحاجات جميله جدا والله يا بنات، واسعارها تحفه تحفه. فقلت بقى خلاص انا هجيب منهم تاني. انا جايبه شويه حلوين زي ما انا وريتكم كده. تمام. وهجيب منهم تاني برضو
علشان البلاستيكات دي بتنفعني جدا جدا في البيت. وكمان انا ممكن اجيب والله واشيل برضو الجويس من دلوقتي، انا بشيلها شويه حاجات من دلوقتي عادي ما فيهاش حاجه. الناس اللي تقول لي لسه صغيره ومش دلوقتي والكلام ده، لا عادي، انت ممكن تجيبي شويه حاجات من اللي بتوع المطبخ، بلاستيكات على الادوات بتاعه المطبخ وتشيليها، على اساس يا جماعه ان الحاجات بتغلى. انا شايفه ان دي مش مشكله، تمام، لان الحاجه بتغلى. يعني شوفي على ما ربنا يا رب يدينا العمر يا رب لينا كلنا ان شاء الله، ويخلينا لاولادنا، كل حاجه بتغلى. على ما بنتك تكبر هتلاقي الحاجه غليت اكتر واكتر واكتر. فتخيلي بقى، فهاتي من دلوقتي وشيلي. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما تجيبي شويه بلاستيكات مثلا زي دول وتشيلهم مثلا لبنتك؟ اي حاجه تعجبك تجيبيها، طقم حلل، طقم بايركس، طقم مش عارفه ايه، شيل، لان الاسعار دلوقتي بجد ربنا يرحمنا، الاسعار دلوقتي بقت صعبه جدا جدا. تخيلي بقى كل مدى الاسعار بتغلى اكتر واكتر. فعلى ما بنوتك تكبر تكوني عملت لها كده جهاز محترم جدا جدا كده بنتك تتشرب بيه. ده رايي والله، والله العظيم يا بنات، احنا في دنيا صعبه صعبه جدا. خلاص اقول ايه ده، بقول لك كمان لسه الاسعار هتزيد تاني. فتخيلي، فهاتي من دلوقتي وشيلي. هاتي ليكي حاجات، انت لو انت مثلا مش بتجهزي بنتك، او مثلا مش حابه ان انت تجهزي دلوقتي، كل واحد طبعا ودماغه، هاتي حاجات تشيليها ليكي مثلا، يعني تستخدميها في البيت. هاتيها واستخدميها في البيت. كل ما تلاقي حاجه كويسه، حاجه سعرها كويس، هاتي في البيت. لما بنجيب حاجات في البيت الواحد بيبقى فرحان، والواحد بيحب طبعا يعمر ويجدد في بيته. دي طبعا حاجة حلوة، مش حاجة وحشة. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بقى في اللايكات. انا بشوف المشاهدات اكتر بكتير من اللايكات. يعني مثلا لو المشاهدات مثلا 100، بلاقي اللايكات مثلا 20. فيا جماعة بعد اذنكم، يا ريت اللي يدخل فضلا وليس امرا يشوف الفيديو بتاعنا يحط بس اللايك بتاعه الاول كده، ويشاهد لنا الفيديو بتاعنا، ويسيب كومنته الحلو. ويا ريت اللي اول مرة بيشوفنا يدخل يشترك عندنا في قناتنا وينورنا. وشكرا لكل حبايبي وكل اخواتي اللي دايما بيدعموني وبيشجعوني. بشكركم جميعا، ويا رب كلكم ان شاء الله وربنا يوفقكم، واشوفكم في احسن حال. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش لايكاتكم وكومنتاتكم اللي انا بحبها. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة في قناتي، قناة كل يوم مع رشا العربي. باي باي.